اخبار الموتوسيكل ايه؟ زي الفل مفيش اي حاجه. ما انا بقى عليه بقى مش عارف. انت بتعرف تسوق اصلا؟ لا. ازيكم يا شباب، معاكم سميدة في حلقه جديده من على المكنه من امام قلعه مصر. حلقه النهارده عن حاجات اتعلمتها من سواقتي في مصر. انا مش في اي حته تانية، بس دي حاجات انا اتعلمتها من سواقتي في مصر. الحاجات دي مهمه ولازم ناخد بالنا منها. انت بتقول ايه؟ رقم واحد، لو لقيت ست او راجل عجوز سايقين ابعد عنهم. وانت سايق الموتوسيكل لقيت ست راجل عجوز ابعد عنهم. راجل بيتكلم في التليفون ابعد عنه. ست بتحط مسكره ابعد عنها. ده كده صباح الخير. دي كده يعني تجنب الحاجات دي. اجري يا مجدي. في الطرق لو هتمشي ورا عربيه ما تمشيش ورا نص العربيه، امشي ورا فرده الكاوتش، لان وارد العربيه تعدي على بلاعه على نقره، هو كده كده موسطنها في النص مش هيحصل له حاجه وانت هوبا تلبسها. فامشي دايما ورا فرده الكاوتش بتاعه العربيه. دايما اعتبر نفسك في فيلم اكشن، انت جيمس بوند والاشرار بيطاردوك، كل الناس اللي حواليك في الشارع عايزين يوقعوك. تعامل على هذا الاساس. دايما خلي لو انت اتزنقت في الزحمه او هتمشي بشكل روتيني مش هتتحرك، يعني عربيه معينه بس اللي هتبقى وراك وعربيه اللي قدامك، اختار العربيه الحديثه اللي تبقى وراك والعربيه القديمه اللي تبقى قدامك. معنى ايه الكلام ده؟ العربيه الحديثه غالبا هيبقى فيها ABS، قدره فراملها اسرع بكتير من العربيه القديمه، فلا قدر الله الطريق وقف فجاه الراجل ده هيعرف يقف وهيلحقك، مش هيخبط فيك. على عكس العربيه القديمه لما تبقى قدامك هيفرمل براحته ويدوس فرامل، فهيديك مساحه ان انت تفرمل. فدايما خلي العربيه الحديثه وراك والعربيه القديمه المهكعه قدامك. يعني من الاخر ال 128 حمراء تبقى قدامك والBM تبقى وراك. في مصر دايما تلاقي جنب الرصيف وجنب التلتوار رمله ناعمه، فما تجيش في الحته دي وتضرب فرامل. شويه الرمله الناعمين دول احلى زحلقه، خلي بالك منهم. فدايما تجنب الفرامل جنب الرصيف وجنب التلتوار اللي في النص. مش عارف اوقف الموتوسيكل يا لهوي. المناطق الشعبيه شوارع ضيقه ما ينفعش تجري 60 70 80، دايما هتلاقي عيل طالع لك كده اهو، فتاخد بالك كويس جدا من العيال الصغيره. الشوارع الجانبيه والحارات الشعبيه تاخد بالك العيال بتلعب براحتها جدا، فناخد بالنا لا قدر الله احنا مش حمل ان احنا نخبط عيل. فتاخد بالك في الشوارع الضيقه والمناطق الشعبيه، خلي بالك وامشي بالراحه جدا. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ انا بجري وعامل فيها 7 نجوم والشبيح وكل حاجه وهاخد غرزه. طب اللي قدامي ده ما هو ممكن ياخد نفس الغرزه، اعرف منين؟ انا دايما بقول كده والناس اللي بعلمهم، اضرب عينك في المرايه، شوف هو بيبص في المرايه ولا لا. لو مش بيبص في المرايه ممكن تنبهه بالانوار بالكلاكس، هتلاقيه بص في المرايه فهيفهم ان انت هتاخد الغرزه دي، اديله اشاره فهيفهم فهيعديك. من المتعارف ان الكلاكس بيبقى الصبح والاضواء بنستخدمها بالليل للتنبيه. مع الموتوسيكل استخدم الاثنين، يعني الصبح استخدم الكلاكس واستخدم النور، وبالليل استخدم الكلاكس واستخدم النور. ليه؟ لان انت ممكن تستخدم الكلاكس اللي راكب عربيه مش عارف يحدد الصوت ده جاي من انهي اتجاه، لان انت موتوسيكل مش زي العربيه. فاستخدم الكلاكس واستخدم الاضاءه الصبح او بالليل. ابوس رجليكوا، بلاش الغرز اللي ناحيه اليمين. الغرزه اليمين دي لابسه وحشه. الموتوسيكل مش زي العربيه في قدرته على الفرامل. ما تستسهلش وتاخد غرزه ناحيه يمين. غرزه ناحيه اليمين يعني اتوبيس بينزل ناس، يعني ميكروباص واقف بيحمل، يعني واحد طالع من الدائري. فتجنب الغرز من ناحيه اليمين. دايما انا بتجنب العربيات المكسره، لان نادر لما هتلاقي واحد عربيته مخربشه ومهكعه من كل حته ان الراجل ده بياخد باله من اللي حواليه. فلما هتلاقي واحد او واحده، عشان بس ما تفتكرنيش عنصري، واحد او واحده عربيته مخربشه من كل النواحي ومكسره، ده سيبه ويمشي على طول. من النقط المهمه ما تجريش ولا تسخن ورا عربيه متفيمه او نمرها مش موجوده. لا قدر الله اللي سايق ده حد سكران، حد ضارب سيجاره وجري وقعك وجري، مش هيقف لك، لا تعرف تجيبه ولا هيعرف يجي لك حق، بغض النظر عن مبدا الجري. بس يعني لو سخنت ولقيت عربيه متفيمه ومتشال منها النمر ما تفكرش ابدا تجري وراه. ما تسخنش على واحد بعربيه وتفتكر ان انت هتيجي قدامه وتقفل عليه الطريق. انا عايز اقول لك انا في مره حاولت اوقف عربيه لانه كسر عليا وكان هيوقعني، كان بعد ما وقفت بالموتوسيكل ونزلت له كان هيشيلني انا والموتوسيكل. فما تحطش نفسك في الموقف ده، يا تاخد النمر وتعمل محضر وتمشي بالطرق القانونيه، يا تسيبه لربنا. انما ما تجيش قدامه وتقفل عليه وتفتكر ان انت كده هو مش هيدوسك، لا، ممكن اللي راكب يبقى مجنون ويقرر يشيلك انت والموتوسيكل. تاني، ابعد عن الست اللي بتحط مسكره، ابعد عن الراجل اللي ماسك موبايل، ابعد عن الراجل الكبير. ولو لقيت راجل ومراته بيتخانقوا في العربيه وماشيين قدامك، اركن بقى وسيب الموتوسيكل. يعني خد بالك من اللحظه دي، بتبقى خطيره جدا. الراجل بيبقى عايز يخش في مراته فيك في الموتوسيكل ويتقلب بيكوا في النيل.
ربنا ايه، او بيع الموتوسيكل على راي ايسر. اسيب المكان وامشي ولا اسيب الدنيا كلها وامشي واضرب نفسي بالرصاص وارتاح منكم؟ ربنا يسلم طريقكم ونشوفكم الحلقه الجايه على المكنه.